اليوم حجرب أسوي معاكم عريكة عم قاسم. يا سلام، شوف الطريقة. للعجينة هنا عندي كوبين دقيق يكون أسمر، شوية ملح وسكر، 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ملعقة كبيرة زبادي. أعجنهم كويس مع بعض، بعد أصب عليهم الموية بالتدريج وأعجن لين أضبط عجينة تكون لينة. شايفين هذا قوام العجينة. رشيت السطح بالدقيق وأعجن العجينة كمان شوي، بعد قسمتها على 4 وضفت عليها شوية زيت وغطيها 10 دقايق. بعد أفردها بهذا الشكل مرة كويس، دهنتها بشوية سمن وأقفل عليها بهذه الطريقة على شكل مربع. شايفين بهذه الطريقة. بعد أرجع أفرد الفطيرة كذا، باخذها على الصاج يكون حار لين تستوي، بقلبها على الوجه الثاني. وهذه فطيرتنا جهزت. باخذها على الحافظة عشان ما تنشف. هنا عندي القشطة ضفتها في صحن يكون حار. هنا عندي الفطيرة ضفت عليها التمر ولفيتها وفرمتها. فوق الفطيرة شوية قشطة. آخر شي جبن شيدر وكورن فليكس وكاجو. يا سلام. هنا عندي ربع كوب حليب مبخر مع ربع كوب نستلا. أحركهم كويس مع بعض وصبهم فوق العريكة. يا سلام. آخر شي السمن. وهذه عريكتنا جاهزة وبالعافية.